تصريحات المدافع الأسباني ولاعب برشلونة كوبارسي قبل مباراة منتخب مصر أثارت جدل كبير. تابع معايا وهتتفاجئ من القصة. بدأ الكلام كوبارسي إنه كان بيتمنى إنه يقابل منتخب الأرجنتين، طبعا اللعب قدام ليونيل ميسي، ولكن اتلغت واتبدلت بمباراة منتخب مصر وصربيا. ولما سألوا واحد من الصحفيين عن إحساسه قبل مباراة منتخب مصر، قال إنه إحساس كويس، وفي النهاية إنك هتقابل زملائك اللي ما قابلتهمش من فترة، كمان فرصة إننا نتدرب مع بعض. وما قالش بعدها أي كلمة زيادة أو حتى اتكلم عن نجوم الفراعنة زي صلاح ومرموش. وهنا الدنيا اتقلبت في السوشيال ميديا على المدافع الأسباني، وانقسمت الناس بين مؤيدين لتصريحاته وبين معارضين. وكانت أغلب التعليقات على تصريحاته إنه في الأول وفي الآخر ده لاعب صغير في السن وما عندوش اللباقة في الكلام عن المنتخبات الكبيرة. ومن ناحية تانية شافوا الناس إن تصريحاته قلة احترام للمنافس قبل اللقاء. يلا بقى قول لنا إيه رأيك في اللي قاله، وما تنساش لو عجبك المحتوى تعمل لايك وشير وسبسكرايب.